القرار المصيري اللي الناس بتعاني فيه وما بتبقاش عارفة تقرر بسبب العاطفة. افضل في بلدي وسط اهلي وناسي وعيلتي وما سافرش وما اتغربش وما اتبهدلش، بس مش عارف اصرف على بيتي كويس ومش عارف ان انا احيا حياة كويسة، ولا اسافر واهاجر وابقى متغرب ومتبهدل وتعبان من الغربة بس الناحية التانية دخلي كويس، علاج، اكل، شرب والى اخره. قرار السفر من عدم السفر هو قرار مصيري جدا في حياة اي حد، وللأسف ما بنعرفش نقرر بسبب العاطفة. ازاي تقدر ان انت تجنب العاطفة دي على جنب وتقرر بمخك؟ ده اللي انا هقولك عليه النهاردة بالتفصيل الممل، عشان لما تخلص الفيديو تبقى عارف تقرر انت محتاج تقعد ولا انت محتاج تسافر. بسم الله. قبل اي حاجة وبعد اي حاجة محتاج ان انت تصلي استخارة، لان صلاة الاستخارة بتضمن لك ان القرار اللي انت هتاخده ده بغض النظر هو ايه فهو قرار فيه خير ليك. حتى لو انت مش شايف الخير دلوقتي هتشوف الخير في المستقبل. الخطوة الاولى صلاة استخارة قبل اي حاجة. الخطوة التانية انك هتسأل نفسك شوية اسئلة، بناء على اجابات الاسئلة دي ساعات الموضوع بيبقى واضح. لا مش هسافر، هسافر. اول سؤال من الاسئلة دي، انت ايه الهدف من السفر اصلا؟ انا شفت الوان واشكال وانواع من الناس في موضوع السفر ده. في واحد محتاج يسافر عشان هو جاب اخره في البلد اللي هو فيها، مش عارف يصرف على نفسه، مش عارف ياكل، مش عارف يشرب، مش عارف يتعالج، مش عارف يتعلم، مش عارف يعمل اي حاجه خالص. فهو جاب جاز وعارف ان هو لو سافر هيحيا حياه كريمه، المينيمم بتاع الحياه الكريمه، فهو خلاص انا بالنسبه لي ده كويس، انا عايز اسافر. فده واحد بالنسبه له فكره السفر هي فكره كويسه ومقبوله بالسلبيات بتاعتها كلها. واحد تاني، وانا شفت الكيس دي بعناية، واحد بسم الله ما شاء الله العيله بتاعته عندها فاميلي بيزنس كبير جدا، واحد من اكبر الفاميلي بيزنسز في مصر، بيدر ارباح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غير طبيعيه. عنده شغلانه بيقبض من داخل مصر، بيقبض بالدولار مش بيقبض بالمصري، بيقبض بالدولار. شقة أو مش شقة، هي فيلا، بيت، كل حاجة هو يتمناها بسم الله ما شاء الله موجودة تحت إيده. هي فكرة بس إن هو ما سافرش قبل كده، فكرة إن هو دي حاجة هو ما عملهاش، فكرة إن هو ده في ناس سافرت واجتهدت وسعت واتغربت لكن أنا ما فيش، أنا كل حاجة تبع العيلة بالبيزنس بتاع العيلة. فقرر إن هو يسيب كل ده وإن هو يسافر عشان ينجح بره. الكيس دي انا هقول لك لا، هو انت السفر بالنسبه لك هو رفاهيه، هو انت السفر بالنسبه لك مش حاجه اساسيه، لان في ناس اولى بكتير جدا بفكره السفر. انت هتتغرب وهتبعد عن اهلك وهتتبهدل وهيطلع عينك، كل ده في سبيل ايه؟ فهي رفاهيه من الرفاهيات. فده بالنسبه له لا، هو انت لو بتسالني تسافر ولا لا هقول لك لا ما تسافرش. فالسؤال الاول بتسال نفسك ايه هو الهدف من السفر؟ انت عايز تسافر عشان تدرس، عايز تسافر عشان تجمع فلوس، عايز تسافر عشان تحصل على الجنسيه، عايز تسافر ليه؟ اسال نفسك السؤال ده. لو لقيت ان اجابتك حاجه تستحق خش على السؤال اللي بعده. لو لقيت اجابتك هي حاجه رفاهيه، حاجه ثانويه، حاجه مش اساسيه، اقفل الفيديو ما تكملش، انت مش محتاج تسافر. اسال نفسك هل بقى الهدف اللي انا عايزه ده سواء فلوس سواء صحه سواء اقدر احققه في بلدي اللي انا فيها دلوقتي، ولا مفيش اي حل تاني غير ان انا اسافر؟ هل ممكن احققه بس بصعوبه شويه، ولا استحاله انه يتحقق؟ لو استحاله مفيش مشكله خش على الخطوه اللي بعديها. لو ممكن يتحقق بس محتاج شويه مجهود خليك قاعد اولى. السؤال اللي بعده، هل انا مآمن ان ولادي لما اجي اربيهم في بيئه اوروبيه او امريكيه والى اخره ان انا هضمن ان هم هيطلعوا اصلا مسلمين من البدايه؟ طب ضامن لكام جيل؟ يعني طبعا ضامن هو الله ومفيش اي حد يقدر يضمن اي حاجه، بس انا كتصور ولادي هقدر، ولاد ولادي هقدر، ولاد ولاد ولادي هقدر. لو انت مآمن لتالت جيل فهقول لك ماشي، بس الاحصائيات بتقول ان التالت جيل الموضوع بيبقى تريكي شويه. هل انا عندي او هيبقى عندي من الوقت ان انا اقعد معاهم واقعد اعلمهم الاساسيات وافهمهم، ولا خلاص الموضوع هيبقى بالحب كده وخلاص؟ هل انا هقدر ان انا هشتغل في البدايه اي شغلانه بغض النظر ايه هي الشغلانه دي طالما هي شغلانه حلال، سواء بقى اشيل طوب، سواء اشتغل عامل بنا، سواء ان انا اشتغل سباك، نجار، الشغلانات دي مش عيب، والشغلانات دي كلنا او معظم الناس اللي سافرت وهاجرت اشتغلوها. لكن للاسف في البلاد العربيه بالنسبه لهم لا انا ما اشتغلش وما اسويش. الفكره اللي في دماغك دي هتقدر تكسرها وتشتغل اي حاجه عشان تصرف على نفسك، ولا لا انا لازم اشتغل حاجه معينه، لازم ابقى قاعد في المكتب ولازم فكر فيها برضو. اهم حاجه بيها هتعرف اذا انت فعلا المفروض تسافر ولا لا. والورقه اللي انت هتكتبها دلوقتي دي هتفيدك بعد 10 سنين و20 سنه. ركز معايا كويس في التمرين ده. هتجيب ورقه، دي اهم حاجه يا جماعه، هتجيب ورقه. تاني اهم حاجه بعد الاستخاره، هتجيب ورقه وهتقسمها نصين: ايجابيات السفر، سلبيات السفر. ايجابيات السفر فلوس، تعليم، صحه والى اخره.
سلبيات السفر: الغربة، هبعد عن أهلي، هتبهدل، هيطلع عيني، وإلى آخره. الجزء الإيجابيات ده هتحط له رقم من 1 ل5. 1 يعني الحاجة دي مش مهمة قوي، يعني مثلا يعني السلبيات، خلينا نبدأ بالسلبيات. السلبيات: هبعد عن صحابي مثلا، فدي هديها 1، مش حاجة مهمة. لكن هبعد عن أبويا وأمي، هسيب أبويا وأمي، لا دي عليها 5. يبقى أنا كده من 1 ل5، 5 أهم حاجة، 1 أقلهم أهمية. وتعمل نفس الحكاية في الإيجابيات، تشوف محتاج إن أنا أجمع ثروة، لا عادي، أنا ممكن أعيش بفلوس كويسة في مصر، مفيش مشكلة. خلاص شفت أنا إيه المطلوب مني، جمعت الإيجابيات، جمعت السلبيات، حطيت من 1 ل5. بص على الرقم اللي هيطلع لك تحت. الرقم الأعلى هو ده اللي بيكسب. لو طلع لك الرقم الأعلى في الإيجابيات يبقى الإيجابيات هي اللي تكسب، سافر. لو الرقم الأعلى في السلبيات يبقى السلبيات هي أعلى، ما تسافرش. انت دلوقتي لما اخدت القرار ما اخدتش القرار بناء على العاطفة، انت اخدت القرار بناء على اسئلة محددة قدرت بيها ان انت تنط من سؤال لسؤال لسؤال لسؤال، اتأكدت ان كله تمام، قمت حسبت بالورقة والقلم اني قرار احسن. وقبل كل ده وبعد كل ده انت مصلي استخارة. القرار اللي هيطلع لك اتكل على الله واعمله. هتقولي بس ثانية واحدة، انت قلت ان الورقة دي هتفيدني بعد 10 سنين. عشان لما تيجي تندم بعد 10 سنين وتقول انا يا ريتني ما سافرت، هتبص على الورقة وهتقول لا هو السفر كان قرار صح. او لو جيت بعد 10 سنين تندم ان انت ما سافرتش، هتقول لا هتبص على الورقة وهتقول لا هو القرار ده في الوقت ده كان هو القرار الصح. لو حد محتاج مساعدة في اتخاذ القرار يبعت لي وهرد عليه، وكالعادة ادعوا لي.